مفيش حد هيهتم بشهادتك الأكاديمية أو خبراتك العملية طالما انت مش معروف، طالما ما بتسوقش لنفسك. هتسوق لنفسك ازاي؟ اما عن طريق لينكد ان انت تظهر للناس وتعرض خبراتك وللشركات وكده، او الطريقة التانية ان انت تعمل ليفرج، او ان انت تظهر للناس تعمل محتوى. شفت خلال فترة عملي كمبرمج لمدة 10 سنين ناس كتيرة جدا عندها خبرات فظيعة، والناس دي ممكن تتقل بالذهب، وفي نفس الوقت في ناس تانية أقل منهم خبرة بمراحل وبيكسبوا أضعاف مضاعفة اللي الناس اللي عندهم خبرة دول بيكسبوه، بسبب إن الناس اللي ما عندهاش خبرة كافية بيظهروا بيعرفوا يسوقوا لنفسهم صح. لو انت خبير في حاجه معينه محتاج تطلع من دماغك خالص ان وسائل التواصل الاجتماعي هي فقط للانفلونسرز او المحتوى التافه. في جانب جيد جدا من السوشيال ميديا، هي بالظبط عامله زي الكحوليات او العقاقير، يا اما تستغلها في الحاجه النافعه يا اما تستغلها في الحاجه الضاره. السوشيال ميديا ممكن تغير حياتك لو انت استغلتها في الحاجه النافعه واستفدت من الخبره اللي عندك. محتاج تعمل حاجه واحده بس، وهي ان انت تكلم نفسك من 3 سنين ايه اللي تنصح بيه نفسك ان انت تعمله. في اشخاص تانية كتيره حابه انها تتعلم منك، حابه انها تسمع منك، هتستفيد منك بشكل كبير جدا، والموضوع ده هيعود عليك بشكل ايجابي جدا معنويا وكمان ماديا. في ناس كتيره في البدايه ما بتبقاش عارفه ازاي تستفيد من الجانب المادي. هقول لك حاجه واحده بس، فيد الناس فعلا بصدق وقدم كتير، قدم السبت كتير، وصدقني المادة هتلاقي طريقها إليك. بتخلي الناس تثق فيك، الناس هتبقى عايزة ترد الجميل فيما بعد بسبب الخدمات اللي انت بتقدمها في الأول. فمحتاج ان انت تبدأ تتكلم بصدق وتطلع اللي عندك من خبرات وتحاول تفيد الناس. صدقني الموضوع هيعود عليك بالنفع وهتدعي لي.